ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كويسين. فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الجاتو زي ما بنشتريه من اكبر محلات الحلواني. هنعرف كل اسراره وازاي يطلع معانا زي الجاهز كده بالظبط. شايفين ما شاء الله قطعه الجاتو هتعمليه في البيت وبأقل التكاليف واحلى من الجاهز كمان. شايفين شكل الطبقات ما شاء الله، بجد طعمه رهيب. شايفين شكله. عندنا المقادير بتاعتنا: ربع كيلو من دقيق الاسبونج، يكون فانيليا او شوكولاتة الطعم اللي بتفضليه. عندنا 3 بيضات عليهم ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وربع كوب من الماء الساقع، ومعلقة صغيرة من الخل. هنضربهم كده كلهم مع بعض كده لمدة 6 دقايق. هنحط كله على بعضه ونضربهم لمدة 6 دقايق. بعد كده هنجيب صاج مقاس 30 في 40 ونحط فيه ورقة زبدة، ونبدأ ننزل بخليط الكيك كده ونوزعه في قلب الصينية. طبعا الفرن شغال قبلها بربع ساعة على حرارة 170. بدخل الصاج بتاعي في الرف اللي في النص، بيقعد بالظبط من 10 دقايق لربع ساعة. بعد كده ببدأ أساوي الوش كويس، وببدأ أخبط الصاج كده خبطتين على الرخامة، وأعمل كده تمويج للكيك كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدأ أسلك الحروف بتاعته بعد ما خرج من الفرن، وهبدأ أقلبه على ورقة زبدة. بعد كده هسيبه يبرد، وبعد كده هبدأ أحضر الكريمة: كوب من اللبن المثلج أو الحليب المثلج، وعندنا معلقة من السكر هنضربهم مع بعض. بعد كده هننزل بكوب من كريم شانتيه خام، هنضربهم مع بعض. وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وبعد كده هننزل ب3 معالق صغيرة من النوتيلا. ده كده القوام المظبوط. بعد كده ببدأ اللي انا اشيل ورقة الزبدة كده من على وش الكيك، بتشيل اي زفرة معايا للكيك. ولو لسه في اي وش معايا كده على وش الكيك، ببدأ اللي انا اشيله بايدي، بتشال بكل سهولة. بعد كده هجيب مسطرة، وابدأ اللي انا اقطع 3 صفوف كده. الصف بيكون مقاسه 10 سنتي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبدأ اخد اول طبقة من الكيك، وابدأ احط عليها الكريمة واوزعها كويس، واسويها باي قطاعة عندك او باي سباتيولا اللي متوفر عندي. بعد كده هبدأ احط الطبقة التانية، وابدأ احط عليها طبقة من الكريمة، هوزعها كويس وابدأ اسوي برضو. وبعد كده هحط الطبقة التالتة والاخيرة، واحط طبقة من الكريمة، هسويها كويس. وهبدأ احط في الجناب كده كريمة زي ما انتوا شايفين، واسويها كويس. بعد كده هبدأ ادخلها الفريزر لمدة ساعتين. بعد كده هبدأ اللي انا احضر جناش الشوكولاتة. عندنا ربع كيلو من الشوكولاتة، تكون دريم او تكون سما، بس تكون بالحليب. هسيحها على حمام بخار كده، مية تكون بتغلي، واحط كده الشوكولاتة في قلب بولة كده زي ما انتوا شايفين. هضيف عليها ربع كوب من الزيت، وربع كوب من الفول السوداني المجروش. بعد كده هبدأ اقطع الكيك كده، مقاس الواحدة بيكون 4 سنتي. بعد كده هبدأ اخد جناش الشوكولاتة ده واوزع كده، هحطه كده على اي شبكة الجاتو بتاعي، وارفعه على صينية كده علشان لما ينزل معايا اي بواقي من الجناش او من الشوكولاتة تقدري ان انتي تاخديه تاني وتكملي بيه باقي الجاتو. باقي عندي كريمة، بدأت اللي انا اعمل روزيتات كده على وش الجاتو، وهبدأ اللي انا ازينه بكريز. هدخل الجاتو لمدة ساعة او ساعتين في التلاجة، وبعد كده تبدأي اللي انت تقدميه. شايفين ما شاء الله شكل قطعة الجاتو زي الجاهز واحلى كمان. شايفين